بالوقت يلي العالم فيه عم يتغير وخرائط الدول عم تتغير والشرق الأوسط عم يتغير ولبنان، صدمني سمير جعجع بهجومه علي وعم بيقول رياض طوق سوسة ببشري. بس انت حكيم زعيم وعندك 19 نائب واربع وزراء، وما كنا منتظرين منك ينحدر مستوى التخاطب ويمس بالشخصي. هلا رح شيل الاساءة الشخصية كرمال ما تضيع الفكرة الاساسية، انه الحق بالترشح هو حق بيكفله القانون، وانت حكيم على اساس حامل لواء دولة القانون والمؤسسات وبترفع لواء مواجهة الانظمة القمعية من البعث السوري لحزب الله، ونحن معك وعلى يمينك بهالموضوع، بس ما رح نقبل يتمارس علينا ببشري. يعني بتعمل معركة بالبقاع لأنه حزب الله ما بيخلي شيعة معارضين يترشحوا، بس ببشري ممنوع حدا يترشح إلا مرتك. مش بدنا ديمقراطية بالجنوب وبنهجم على حزب الله لأنه بيخون وبيضطهد يلي يقرروا يطلعوا من بيت الطاعة، بس تمنع عنا هذا الحق بمنطقتنا وضيعنا. وأكثر من هيك بدك تشبه الحق بالترشح يلي هو حق ديمقراطي بيكفلوا القانون بعملية قواص وقتل 10 يلي شي بيعاقب عليه القانون. والحكي عن القواص والقتل ببشري ما بنقبل فيه بالادبيات السياسيه، لانه كل الناس بتعرف تقوص ببشري، بس اثبتت الايام انه بقلب بشري ولا مره كان في لا غالب ولا مغلوب، وكانت نتائج القواص كارثيه على كل بشري. فاذا كانت زله لسان او مقصوده بالحالتين ما بنقبلها. وانت يا حكيم يلي اول واحد قلت زمن الاقطاع انتهى ونحن كنا معك، ما فيك تمارس الاقطاع علينا وتحدد لنا لائحه بالممنوع والمسموح لانه حبينا نعمل انتخابات بلديه او نيابيه او نشتغل بالشان العام. مش انا السوسه يا حكيم، وقت في 44% بينتخبوا ضدكم ببشري، روح شوف ال 44% شو مشكلتهم، وليش رافضين الاداء ببشري والاداره السيئه والتعاطي الفوقي مع الناس. وقت بتقول انه شو القيمه المضافه يلي رح اقدمها، حكيم بشري ما عادت بالسبعينات. اليوم ببشري مش انا، بكل بيت في حكيم وصحافي ومهندس ورجل اعمال ومغترب ناجح وفنان ومدير بشركه وبيقدر وحقه يتعاطى بالشأن العام. وبكل ضياع جبت بشري في طاقات واحرار ومجموعات مستقله عم تتكون وتشتغل سياسه، وهذا الجو خلق وعم يكبر وعقارب الساعه ما بترجع لورا، وهذا الجو باقي ويتمدد. وليكون بعلم الجميع نحن بالسياسه وكل يلي بيشبهونا والمجموعات يلي بتشتغل معنا بمنطقه بشري ما رح نخلي الهجوم الشخصي علينا منك يغيرنا بقناعاتنا السياسية. نحن بالسياسة على يمينك وباقيين وسياديين وبشرانية 24 قيراط، وموقفنا واضح على سن الرمح بكل لبنان، وما رح نخلي حدا يستفيد من هذا الهجوم علينا لياخذنا على غير موقع. واكيد انه ما منشخ بتيابنا نكاية بالطهارة. بس انت بكلمتك قلت بتفضل ما يكون في هيك ناس ببشري، بس نحن باقيين وعم نشتغل سياسة واكثر من هيك. رح نعترض على كل شيء ما بيعجبنا او بيضر بمصالحنا العامة، وفي عنا بيوت وتاريخ وحضور وحيثية، وقد ما بنكون منقدرك بالسياسة وبنقدر انك جزء من حكومة بنفتخر فيها وعم تعمل يلي نحن عم نناضل كرماله يلي نحن بدنا اياه، بس من قلب بشري بدي اقول لك انه ما بنقبل حدا يمس بكرامتنا لانها غالية كتير علينا او يتطاول علينا او يحد لنا من حريتنا.